حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بألف خير. بصوا بقى، ده كان يوم الجمعة، قضيته ازاي؟ طبيعي يوم الجمعة بقى بنصحى يبقى فول وطعمية وبطاطس والحركات دي كلها. بس اللي هو ايه، انا كنت صاحية كده حاسة ان انا عايزة اعمل حاجة مختلفة شوية غير الفول والطعمية والكلام ده اللي هو بتاع يوم الجمعة. فقلت ايه، بيض بقى، بس بيض مختلف. يعني طماطم وجبنة موزاريلا وعليه فلفل، واللي انتوا عندكم بقى عايزين تحطوه حطوه. لو حطيتوا برضو عليه جبنة رومي شيدر مش عارف ايه، اي حاجة مش هيقول لأ يعني. ووطيت عليه كده وقلت ايه، عشان نفطر يبقى فطار مختلف يعني كده. المهم الاول قبل ما نبتدي الفيديو، طمنوني عليكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. ويا رب اي حد دعوتنا اللي على طول اهو مش هنساها زي المره اللي فاتت، عشان قلتولي نسيتي تقولي لنا الدعوه بتاعت كل مره. يا رب كل حد بيتمنى حاجه ربنا يحققها له اكتر كمان يا رب، ويسعد قلوبكم جميعا. وبس كده، ربنا يسعدكم دايما يا رب، وحقكم عليا لو نسيت دايما بدعيلكم. وانتوا كمان دايما ادعولي، وربنا يتقبل مننا جميعا، يتقبل مننا صالح الاعمال يا رب. المهم عملت ايه بقى؟ جبنه دي كانت جبنه خلطه على بعض واحده، ومش ما عجبنيش بتاع هايبر. بصراحه ما عجبنيش، ما طلعش حلو خالص، طعمه مش كده، عارفين اللي هو طعمه يعني مش جبنه، مش طعمه غريب كده. المهم ان انا خلاص عملت البيض اهو، وطيت عليه علشان الجبنه تسيح وكده. دي مرحلة تغيير الصينية، ما كانتش واخدة ومش عجباني فغيرتها. المهم لحد ما ايه، عيش الردة ده هنا. عايزة اقول لكم يعني بشع، بصوا ردة في كل حتة كده. والبيض ده بقى حلو قوي مع ايه؟ مع العيش الفينو احلى بكتير. تمام. عملت الشاي بلبن وبس كده. ده سكر دايت، عشان حد برضو سألني على سكر الدايت بتستخدمي ايه؟ بستخدم سويتال. ده في منه اكياس لما بتبقوا خارجين او رايحين في اي حتة. ودوت علبة كده بتتعاملوا معاها عادي معاملة السكر العادي، المعلقة منه كأنها معلقتين من السكر. برضو حد تاني قال لي هو انتي عاملة دايت او كده؟ لا مش عاملة دايت. عايزة اقول لكم تخنت جدا وشكرا من كل قلبي. بتتصوري مش تخنانة وكده؟ لا انا تخنانة انا، بس ممكن اكون مش باين لكم في الصور او بتصور بطريقة معينة بتديكوا الاحساس ده. لكن لا، انا تخنانة وتخنانة جدا. مش عايزة اقول لكم الرقم هتتصدموا. ما علينا ما علينا. اعتبروا ان انا خاسة يعني وكده. المهم ان الساندوتش بتاع البيت ده في العيش الفينو رهيب 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 اخر حاجة. ده كان فطار اليوم ده، وكان مختلف ويعني كان حلو قوي. وكده ايه قبل ما الاذان يأذن كده بتاع الجمعة، وصوت بقى القرآن، بس طبعا مش عارفة اشغله لكم علشان حقوق الطبع والنشر وكده. صحيان بقى يوم الجمعة ده عبارة عن ايه بقى؟ تلاقوني برضو بصحى بدري برضو، ابخر، بحب ابخر قوي، وبحب ارش معطرات، اكتر حاجتين بعملهم. وبعدين الفطار وبعد كده بقى ايه، شوية كده راحة. وبعدين بقى بدخل على الغدا. وبرضو زي ما قلت لكم قبل كده في الفيديو اللي فات، بحب اشغل حاجة جنبي وانا بشتغل يعني. في الفترة دي نفسي قوي، عقبالكم يا رب، نفسي قوي اطلع عمرة. بقالي فترة يعني بحاول بسعى في الموضوع ده وبسأل عليه ومش عارف ايه وكده، بس لسه ما توفقتش، فادعولي. المهم ان انا بقى معلق معايا الاغنية بتاعت هلا رشدي بتاعت رايحة فين يا حاجة وكده، فعلى طول مشغلاها. ويعني داخلة في الحالة قوي، عارفين داخلة في الحالة والمود قوي. المهم نسيت اقول لكم اصلا، ادعولي بقى ربنا يكتبها لي وربنا يكتبها لكم يا رب. نسيت اقول لكم بقى هنعمل غدا ايه، لان طبعا خلاص قعدنا وفرفشنا وفطرنا وهيصنا. هندخل على الغدا ده اليوم يعني اللطيف. هعمل ايه؟ هنعمل مكرونة بشاميل. والله العظيم بتطلع خطيرة. عايزه اقول لكم انا اصلا قبل ما اتجوز وكده، انا ما كنتش بعرف اعمل اي حاجه. انا كان اللي بيجي يقول لي مكرونه بشاميل، اقول له ايه ده مكرونه بشاميل؟ ده انت شطوره قوي بتعرفي تعمليها. فاللي هو بقيت بعملها باحتراف. وهقول لكم على تكات برضو بعملها تعجبكم قوي لما تجربوها. فالغرض من الحكايه دي ايه؟ الغرض من الحكايه ان اي حد مثلا لو انت لسه عروسه او ما دخلتيش
لسه مطبخ او كذا، او حاسه ان ايه ده انا مش هعرف اعمل كذا او كذا، ده هيبقى صعب عليا، ما تقلقيش خالص طالما حاطه الحوار في دماغك. يعني انا حتى لو اكله جديده او غريبه لو حطيتها في دماغي ماشي، بدخل اعمل سيرشاتي كده واتفرج على 50,000 حد واطلع كده ايه بحاجه اللي هتمشي معايا. يعني ما بمشيش على نفس الوصفه بالظبط، او في بعض حاجات بمشي على نفس الوصفه بالظبط لما بلاقي الموضوع يتطلب كده، وفي حاجات لأ بتفرج هنا وهنا 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 واطلع بالحاجة اللي تناسبني، فاهمين؟ وبتظبط وبتبقى زي الفل. المهم عملت البصلة في الكبة. الكبة دي نوعها مونوليكس عشان سألتوني برضو، حلوة قوي وبقالها معايا 5 سنين زي الفل، ومنجزة جدا ومن الحاجات اللي لازم يعني هاتوها. بعد كده بنزل الأول في طاسة سخنة، حطيت اللحمة، زبدة ولحمة. الأول احنا على طول بنحط البصل الأول، لا حطوا اللحمة الأول. هتفرق قوي، هتاخد صدمة ومش هتنزل ميتها. وبعد كده اما تتشوح كده وتبقى تمام، تحطوا بقى البصل المفروم بتاعكوا ده، وبتبلها بملح وفلفل اسود فقط. ليه فقط؟ علشان لما كنت بحط بقى السبع بهارات والمش عارف ايه والايه والايه، كنت بحس ان الموضوع قلب لريحة لطعم توابل مش لطعم لحمة، فاهمين؟ فلما ابتديت احط بس ملح وفلفل اسود وبس كده، بقت لا طعمها جامد احلى حاجه. وما بحطش، في ناس بتحط عليها بقى فلفل وطماطم ومش عارف ايه، انا مش بحط كده في البشاميل. حتى في ناس مثلا برضو ممكن تقول بتحب اللحمه تبقى محمره اللي فيها صلصه وكده، انا برضو ما بحبش كده. وبتطلع معايا رهيبه. المهم جيت هنا وانا بعمل البشاميل، خلاص حطيت المكرونه تتسلق. استخدمت مكرونه حوا، كانت حلوه قوي، ما لزقتش ما عملتش اي حاجه، وهي كانت بديل ارخص للروجينا والحاجات اللي انا كنت بستخدمها. فخلاص كده اللحمه اتعصجت وعلى جنب، وحطيت المكرونه الميه تغلي عشان هنزل المكرونه. وجيت هنا بقى اعمل ايه، بعمل حاجه ملهاش علاقه بالبشاميل لحسن تلاقوا بقى صلصه وبتاع تقولوا ايه ده البت اتجننت وراحت تعمل ايه. لا ملهاش علاقه بالبشاميل خالص. هي ايه، هي باميه. ليه بقى بعمل باميه مع البشاميل ملهمش علاقه؟ لان احنا او الباميه عموما بتتاكل بتبقى حلوه قوي تاني يوم احلى من اول يوم، رغم ان انا كاسراء ممكن اكلها اول يوم تاني يوم عاشر يوم بتبقى جامدة جدا معايا. يعني بحبها قوي في اي وضع، حتى لو لسه نازلة من على النار. بس احنا مثلا بناكلها تاني يوم، فقلت ايه اعملها بالمرة وانا واقفة. علشان ايه هتتساب لي تاني يوم، يعني النهارده مثلا هناكل البشاميل اللي هي بقى تاني يوم، فاهمين ازاي؟ ودي برضو تركة حابة اقول لكم عليها انا بعملها، ما تقعدوش تعملوا كل حاجة لوحدها. يعني تبقوا داخلين المطبخ اللي هو اعملوا كذا حاجة جنب بعض. يعني انا هنا ما شاء الله اللهم بارك بعمل البشاميل، بعمل البامية جنبها مشغلة فيديو بيتكلم، كان هنا تقريبا مصطفى محمود وكان قبلها هالة رشدي بتغني ومش عارف ايه. يعني بسمع حاجات وفي نفس الوقت بطبخ، وفي نفس الوقت بخلص لتاني يوم وهكذا، عشان لما يجي تاني يوم ده بقى ممكن مثلا اعمل حاجة تانية، انضف حتة عميقة، يوم اريح مش عارف ايه كده. المهم خلاص حطيت البصلة في البامية. بعملها ازاي، بصلة بحمرها ومعاها توم ومعاها كمون وملح وفلفل اسود والتوابل بتاعتها. وبعد كده نزلت الطماطم وسبتها تتسبك على جنب، وجيت اعمل البشاميل. اقول لكم بقى تركايه البشاميل الجامده. البشاميل اللعبه بتاعته فين؟ دايما كانوا يقولوا ايه اللعبه، ان هو ما يفكش بتاع ده، يفك وما يبقاش مكلكع. لا ما طلعش كده، طلع ان اللعبة بتاعته ان انتوا كتروا المادة الدهنية. ازاي؟ لما بكتر زيت او سمنة، عشان برضو في بنوتة كانت داخلة تسألني على انستجرام بتقول لي اسراء انا متعودة اعمل البشاميل بسمنة وحماتي بتعمله بالزيت، فينفع ولا لا؟ ينفع جدا. وعايزة اقول لكم انه لما بتجربوا تعملوه بالزيت اصلا بيظبط اكتر واحلى. ازاي؟ انا عامة بعمله بالحاجتين مع بعض، او باللي موجود عندي زيت هعمله، عندي سمنة هعمله. بس لو سمنة او زبدة لازم بدخل معاها زيت. ليه؟ لو تلاحظوا ترجعوا للحتة اللي قبل دي، لا الزبدة بتروح ايه مخلية الدقيق لما بينزل عليها يربط كده بسرعة، لكن الزيت بيخليه يفك جدا ويبقى تحفة، ويروح اول ما تنزله اللبن يفك جدا ويبقى تمام. مع تقلبتين كده شوية كل ده والنار شغالة بيبقى اجمد بشاميل زي ما انتوا شايفينه. بصوا في ايدي ما شاء الله اللهم بارك.
ايه هي بقى المقادير اللي بالظبط للصينيه بتاعه البشاميل؟ اولا انا بعمل دي مقادير الصينيه الكبيره، تمام، اللي هي اكبر واحده في الطقم الاربعه، سواء تحطه في بايركس او تحطه في اللي هو الالومنيوم، الثلاثه اللي مع بعض دول المربع المستطيلين. بحط السمنه او الزيت 9 معالق، او اكتر من 9 معالق شويه لو انتوا الزبده مسكت في الدقيق. الدقيق قد ايه؟ 9 معالق كبار بالظبط. بعد ما بسيح الزبدة واحط الزيت بنزل بالدقيق ال9 معالق، واقلب اقلب اقلب لحد ما يوصل للي انتوا شفتوه من شوية لو هترجعوا الفيديو، ان هو يبقى فاكك خالص وزايد كمان كده الزيت. اروح منزلة اللبن يفك في ثانية وبيبقى تحفة. تمام. وبحط ملح وفلفل اسود بس. وحطيت مش فاكرة 2 ولا 3 جبنة بريزيدون. تقدروا تحطوا كيري، تقدروا تحطوا اي جبنة يعني اللي هي المثلثات دي، بتبقى حلوة قوي. اي جبنة كريمي يعني بتبقى حلوة قوي وتدي برضو نكهة للبشاميل. وبعد كده خلاص طفيت عليه وحطيت ملح وفلفل اسود، برضو لو عندكم فلفل ابيض تمام، بس هو ما بيبانش كده كده يعني، فمش هنحبكها يا جماعة، مش معاكم الشيف شربيني يعني، لا انا عادي بطبخ زيكم عادي يعني، بشارككم معاه يومياتي بس مش اكتر، فمش هنحبكها، ما علينا. المهم اخدت المكرونة قلبتها كلها في جزء من البشاميل عشان يبقى كلها داخلها بشاميل، ورصيت اول طبقة. وبعد كده جبت اللحمة اللي احنا معصجينها دلوقتي رصيتها في النص. وتركاية تانية ان انا باخد بشاميل احطه فوق اللحمة، ولو عاملين بشاميل اكتر شوية برضو ممكن تحطوا تحت كمان طبقة اللحمة، المهم يعني تملوها بشاميل كده عشان يبقى داخل جواها في كل حاجة. برضو نسيت اقول لكم بحط ايه للصينيه المكرونه يبقى كده صينيه مكرونه 9 معالق زبده وزيت، 9 معالق دقيق، ممكن تزودوا الزيت عادي لو انتوا لقيتوا ان الزبده مسكت في الدقيق. كمان دول الصينيه الكبيره كمان عليهم كيسين مكرونه يعني او كيلو مكرونه اللي هي الاقلام، عليهم 2 كيلو لبن، اي لبن انتوا تحبوه، بس لو جربتوا الجهينة او بخيره او اي حاجة معلبة هتلاقوا طعمه فارق واحلى كتير. برضو اللي عنده اي تركة في اي حاجة انا بقولها يعلمني ويقولها لي عادي يعني، علموني انتوا كمان، احنا اخوات. بس وقعدت بقى رصيت كده زي ما انتوا شايفين انا بعمل ايه، وحطيت طبقة البشاميل من فوق. المقدار ده مظبوط على بعضه جدا وبيعمل طلع صينية اقسم بالله هتشرفكم وهتدعولي. طمنوني طيب عليكم كده وانا برص وبعمل، اخباركم ايه والدنيا معاكم عامله ايه، وكده كده فضفضوا ونحكي مع بعض وادعولي ولكم بالمثل يا رب. بصوا بقى، الناس ما بتحبش البشاميل ليه؟ عشان مواعينها كتيره بيقولوا كده، فانا بخلصها اول باول. اول ما بحطها في الفرن انا كده حطيتها في الفرن، فبروح ايه قبل ما تطلع عشان احس كده بلذاذتها بخلصت اهوت الاطباق والمواعين والحلل وكله، ومليت ازايزي وكل فل عند الحوض. جيت عند الرخامة مسحت وظبطت، عشان ايه لما تطلع كده عارفين انتوا الاحساس ده، كل حاجة نظيفة والصينية طلعت وبشاميل اللي الواحد روحه وعقله فيها، فاللي هو استجمام واستمتاع. مسحت الرخامة مسحت كل حاجة. كنت من شوية نزلت البامية دي متفرزة، حطيتها حسيت ان الصلصة مش محمرة قوي فحطيت معلقة صلصة من دي. ممكن تبقوا تحطوا معلقة بنجر او حاجة بس يعني عشان الصلصة مش صحية، بس انا تمام ممكن احط معلقة صلصة عادي. هارفست دي حلوة وجربوها كذا مرة، حلوة لو عايزين تجيبوها. بحط عليها شوية زيت وبحطها في التلاجة بتفضل لاخر حاجة زي الفل. وبعد ما نزلت بالبامية في الصلصة وكده واستوت وتمام، جيت اعمل الطشة ايه، معلقة توم اهي في معلقة سمنة بلدي عشان تدي ريحة وطعم برضو. كنت انا حاطه بصل وتوم في اول الباميه، مش عارفه قلت لكم ولا نسيت التوم. وبعد كده هنزل عليها اطفيها بالكزبره، وريحه جامده بقى من الكزبره دي. وبعد كده هطشها كده ايه وهشها مع الباميه. وبس كده اجمد باميه في الدنيا. هقول لكم كمان بعمل ايه برضو في الباميه، تركه بعملها. بشيل منها جزء في التلاجة في الفريزر لحد يوم اكون مزنوقه فيه كده اروح مطلعاه. ولا من شاف ولا من دري كأن لسه طبخاه. بص بقى، اللهم بارك اللهم بارك، اجمد صينيه مكرونه بشاميل. وده ايه ده كده الوش ده، وما حطيتش عليها اي جبن من فوق، ولا حطيت موتزاريلا ولا شيدر ولا جبنه مبشوره ولا اي حاجه، ده الوش بتاع البشاميل. فبصوا اللهم بارك تحفه. والله العظيم جعت والله العظيم جعت.
المهم لو انتوا وصلتوا لحد هنا متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان تشوفوا الفيديوهات اللي جاية. ويا رب اشوفكم في الفيديو الجاي كده تكونوا بكل خير وصحة وسعادة. ويلا اشوفكم على خير في فيديوهات جاية تانية كتير. بحبكم جدا جدا وشكرا ان انتوا وصلتوا لحد هنا. ويلا باي باي، جربوها وهتعجبكم، قولوا